المتغيرات الكثيرة التي طرأت على المجتمع العراقي بعد حالة التغيير أوجدت العديد من المشاكل الاجتماعية وخصوصا لدى شريحة الشباب، لكن إثبات الوجود والعمل على التأقلم مع هذا التغيير بصورة جيدة هو العنوان الوحيد الذي حمله هؤلاء الشباب تحت عنوان نحن نهتم لإثبات هوية الشاب العراقي. احنا اليوم من منطلق ويكير نحاول نوضح شخصية الشاب العراقي حاليا، لأن هواية آراء يعني تنتقد الشاب العراقي أنه غير مثقف وأنه مقتصد على الفيسبوك وعلى الموبايل. لكن احنا نحاول نثبت اليوم انه الشاب العراقي ممكن يكون اي شيء، ممكن يكون دكتور، ممكن يكون مهندس، ممكن يكون عامل، ممكن يعني هذا هو نبذة البذرة اللي راح تكون المجتمع العراقي الجديد الديمقراطي، مثل ما بنته الاجيال اللي قبلنا. من خلال هاي تجمعاتنا، من خلال حضارتك، من خلال اعلان ان شاء الله راح يكون فد واجهه نطل من خلالها على المجتمع، نوصل الفكره اللي احنا نريدها، نوصل الشيء للمدان، ابراز شخصيات الشاب العراقي والشابه العراقيه، وكل يعني احنا بهاي جلساتنا بهاي انه كل ما ينطي فكرته، كل ما ينطي رايه، وهاي ان شاء الله يكون فد شيء الى نجمع كل الافكار ونجمع هالاراء ويكون لها صدى بالمجتمع ونناقض. احنا حاليا ما عندنا دعم من جهه او فد منظمه، هاي كلها احنا نريده فد شيء بيناتنا، هو فد شيء تبرع خيري. إقامة الحوارات المتبادلة من أجل التأكيد بأن الشاب العراقي ثقافته أكبر وأوسع من المتغيرات كانت أيضا حاضرة لدى مجموعة نحن نهتم، التي عملت على العديد من البرامج كمساعدة الأطفال وكذلك توسيع وتنشيط النشاط الفكري لمحاربة الأفكار الدخيلة. احنا مجموعة من الشباب التقينا هنا حتى نبرز شخصية الشاب العراقي، لأن الشباب هم بناة المجتمع. نحاول نطور المجتمع بعلمنا وثقافتنا. الحقيقة احنا اليوم نشهد انبثاق منظمة شبابية وليدة وناشئة. هاي المنظمة هي منظمة الاي كير او الوي كير. الحقيقة انا اعتقد ان هذه هي لبنة جديدة تضاف الى صرح المؤسسة الشبابية الديمقراطية المستقلة في العراق، طالما ان هذه الطاقات الشابة هي طاقات كبيرة. نحن نعتقد في التيار الديمقراطي ان احتضان هذه الطاقات الشابة هو قضية مهمة جدا، يجب ان تحظى بالاولوية تجاه المؤسسات الحكومية وبشكل خاص وزارة الشباب. نحن يعني نحترم هذه الطاقات لاننا نعتقد ان الشباب هم العنصر الرئيسي في إعداد وفي التغيير، وعندما أقول تغيير أقصد التغيير الاجتماعي باتجاه الخروج من دائرة الانغلاق والانفتاح على استخلاص طاقات الشباب الكبيرة. ويذكر أن العديد من التيارات المشبوهة عملت على إدخال ظواهر جديدة لدى الشباب كظاهرة الإيمو التي أخذت ما أخذت، فهذه النشاطات ستسهم في تجديد الدماء الشابة والسير بها نحو الرقي والتطور المستقبلي. لبرنامج صباح الأحد، محمد عماد، مدينة الحلة.